الوضع وصل لمرحلة الاستنفار القصوى. وزارة النقل كتعلق الرحلات في مطار تطوان بشكل رسمي. وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت كيجمع الوزراء في اجتماع طارئ بسبب فيضانات القصر الكبير. واش وصلنا لمرحلة الإجلاء؟ هادو ما آخر المستجدات اللي كتروج في المغرب اليوم. البداية من تطوان، فين أعلنت وزارة النقل واللوجستيك إغلاق مطار ثاني الرمل مؤقتا ابتداء من اليوم الخميس. القرار جاء من وراء تقييم تقني دقيق بين باللي سلامة المسافرين والملاحة الجوية في خطر بسبب قوة التساقطات. الوزارة أكدت باللي المطار غيبقى ساد حتى تسالي الأشغال التقنية الضرورية، وطلبت المسافرين يتواصلوا مع شركات الطيران باش يعرفوا مصير رحلاتهم. وفي الرباط غدا الجمعة غيكون نهار حاسم. وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت غيعقد اجتماع وزاري موسع لمتابعة الوضع الكارثي في القصر الكبير. المدينة كتعيش فيضانات استثنائية، زاد كمل عليها تنفيس حمولة سد وادي المخازن. المصادر كتقول باللي الماء وصل للمتر في بزاف ديال الديور. والاجتماع غيناقش احتمال إجلاء الساكنة من الأحياء اللي غرقت بمرة لتفادي أي كارثة إنسانية. الحكومة دابا في سباق مع الزمن، والعيون كلها على القصر الكبير وتطوان. الله يحفظ خوتنا في هذه المناطق. نتوما شنو بان لكم في هذه التدخلات؟ واش كافيه ولا معطله؟ شاركونا رايكم وبارطاجيو الفيديو باش يوصل لمسؤولي المنطقه. تابعوا اخبار اليوم تي في للتفاصيل.